أنا اسمي نيازي سلام، بتشرف إن أنا مؤسس ورئيس بنك الطعام المصري. ويمكن الناس تستعجب إزاي أنا بنك الطعام المصري وجاي النهارده أتكلم على مستشفى 357. اللي أنا نفسي أقوله للناس إن أنا النهارده كان نفسي عينيا دي تبقى كاميرا. مفيش حاجة اتعملت في المستشفى بالصدفة، كل حاجة مدروسة وكل حاجة فيها طمع في وجه الله سبحانه وتعالى، طمع ان احنا نعمل اكتر، طمع ان احنا نكون احسن مستشفى في العالم. الولاد حاسين ان هم مش في المستشفى. انا اتكلمت مع ناس منهم كتير محدش فيهم بيدفع مليم. دي الحاجة التانية اللي انا شفتها برضو ما شاء الله وهنشوفها اكتر واكتر، البحث العلمي اللي موجود في المستشفى. ان شاء الله ربنا يوفق القائمين على المستشفى في ان يبقى فعلا في هنا مركز بحث علمي على اعلى مستوى في العالم، زي ما انا شفت وزي ما هم بيتمنوا، وان شاء الله هيحققوه.